السلام عليكم مشاهدين قناتكم سبع صنايع، مرحبا بكم معايا في القناة مجددا، والف الف مرحبا. مرحبا بالناس الجداد، مرحبا بالناس القدام اللي في القناة معنا من شحال هادي. اليوم ان شاء الله بحول الله جبت لنا ندير معكم واحد الكيكه اللي كتجي خطيره. شوفوا كيفاش كتجي خفيفه، لان راه باقا سخونه، نتوما كتشوفوها باقا سخونه وخفيفه. كتجي في نفس الوقت معلكه ديال البنان، فيها البنان، فيها اللوز، فيها الكركاع، فيها المكسرات، المهم اللي بغيتو. وكتجي ديال هاد الوقيته هادي، ديال الوقيته ديال البرد، بالتوابل. غندير فيها التوابل ان شاء الله. غير تبعوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير باش تنجح معكم ان شاء الله. نبداو بالمقادير هما الاولين، عاد ندوزو للطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير هنا نحتاج جوج البنانات الموز، اللي كيكونوا طايبين. انا هادو كنت دايرهم عندي في الكونجيلاتور. مني هكا كيبقاو لي هكا شي بنانات غيبداو يطيبوا لي شي حاجه، كنديرهم في الكونجيلاتور هكا، كنستعملهم في هاد الكيكه هادي. عندي 3 ديال البيضات، عندي كاس ديال السكر سنيده ما عامرش مزيان حيت البنان حلو، عندي كاس ديال الحليب، وعندي كاس لاروب ديال الزيت، زيت نباتيه عاديه. الكيسان هادو راه ماشي ديال العنبه، يعني الكيسان العاديين اللي كنشربوا فيهم اتاي، ماشي كاس العنبه، يعني صغر من كاس العنبه. عندي شويه المكسرات، هكا حفينه ديال المكسرات اللي متواجد عندكم. انا استعملت اللوز والكركاع. شويه ديال الشكلاط، طريفات هكا ولا حبيبات، اختياري. وبالنسبه للتوابل اللي غنستعمل، عندي راس المعلقه، تقريبا نص معلقه ديال القرفه، وسكينجبير، وجوج خميرات ديال الحلوى، وواحد الفاني باش ننسم. غندوزو بطريقه ساهله، كنديرو كلشي في الخلاط. اللي ما بغاش يدير في الخلاط، كتاخدو هكايا هاد جوج بنانات، كديروهم في واحد الاناء وكتضغطوا عليهم غير بالفورشيط حتى كيذوبوا صافي. وكتخدموا الخلاط اليدوي الفوي العادي باش تخلطوا الكيكه ديالكم، ولكن الا كان الخلاط من الاحسن. شو داك البنان ملي كنديرو في الكونجيلاتور راه ما كيكحالش، كيبقى بيض، كيبقى عادي، ما كيكحل لا والو. غير هو كان بحال اللي كنحبس ليه الطياب ديالو باش ما يبقاش يخسر. كنستعملو ديما هكا في الكيكه وفي العصير. صافي كندير دوك جوج بنانات في الخلاط، وغندير 3 ديال البيضات. البيض دائما من الاحسن يكون خارج من الثلاجه باش كتنجح معكم الكيكه. وغنضيف كاس معامرش ديال السكر حبيبات، سكر سنيده. الكاس هذا راه صغر من ديال العنبه وما عامرش حيت البنان حلو، وكيبقى السكر على حسب الذوق. غندير كاس الا ربع ديال الزيت، كاس يعني الا ربع، كلشي في الخلاط. وعندي كاس ديال الحليب. الحليب حتى هو كيكون خارج قبل من الثلاجه، من الاحسن باش الكيكه كتطلع معكم وكتنفخ وكتصدق مزيان. غندير نص معلقه ديال القرفه، ونص معلقه ديال سكينجبير، زنجبيل. بالنسبه كاين معنا من دول اخرى شي مرات ما كيفهموش الهضره ديالنا. وغندير قبيصه ديال الملح باش نحسن الذوق شوي. غنضيف الفاني، فاني اختياريه ولكن مع المذاق ديال البنان كتجي زوينه. صافي وغنضرب كلشي هنايا، نطحن كلشي. كيكه ساهله يعني ما كتاخذش منكم وقت بزاف، حيت كلشي كنديروه دفعه وحده في الخلاط. كنطحنوا كلشي. غيبقى لينا غير الدقيق، ما قلتوش لكم في الاول في المقادير، والخمارات، ودوك الاضافات اللي غنزيدو. كنطحنوا مزيان، يعني شحال ما طحنتو داك البنان كيتطحن وحتى البيض كيتنفخ وكيطلع، كتجي الكيكه طالعه. صافي غنخوي كلشي في واحد الاناء اللي غنخلط فيه. غنضيف جوج الخمارات، من وزن 8 غرام.
من نجاح الكيكة هو أن الخمارات والدقيق ضروري ندوزوهم في الغربال باش ما كيبقاوش دوك الحبيبات، وحتى الدقيق بحال كيتهوى كيدخل معاه الهواء ما كيبقاش مدكوك. انا هنا بدايه درت 2 كيسان ديال الطحين، وغنضيف الثالث، وعلى حسب كل وحده والطحين ديالها. المهم انا غنوريكم الخليط في الاخر كيفاش خاصو يجي. ما خصوش يجي شويه خفيف. تقدروا تستعملوا 3 الكيسان، وكاين الطحين اللي تقدروا تستعملوا 3 الكيسان ونص، ويمكن حتى 3 الله رب. انا هنايا ما تصورتش معايا واحد اللقطه، زدت واحد المعلقه ديال الخل. انا دائما الكيكات كاملين كيف ما كانوا كنزيد فيهم معلقه ديال الخل، كتخلي التفاعل ديال الخميره كيكون ناجح، وكتجي الكيكه طالعه وكتجي خفيفه، وكيحيد لنا ديك الزفوره ديال البيض. صافي غنزيد دابا دوك المكسرات اللي متواجده عندكم غير شويه. شوف الخليط كيفاش كيجي، ما كيجيش خفيف بزاف باش دوك المكسرات ما يهبطوش لينا لتحت. ملي طيب الكيكه كيجيو كلهم غير لتحت، كيبقاو يعني كيجيو وسط الكيك. انا استعملت هذا المول هذا. استعملوا اي مول بغيتو، دائري، مربع، اي شكل بغيتو ديروه. صافي غنديروهم في المول، نديروا الخليط في المول، والفران في هذه اللحظه رانا سخنته. بالنسبه للفران ديال الضوء 180 درجه. بالنسبه للفران العادي ديال الغاز كنقصوا البوطه تكون مهيله، كنشعلوا عليها غير من التحت حتى انا في الفران كنخليها كطيب من الفوق ومن التحت، ما كنشعلش نهائيا الفوق وكطيب من الفوق ومن التحت. كنزينوها بداك الشكلاط من الفوق. هانتوما شفتوا الشكلاط راه ما طاحش حيت الخليط عندنا شويه ثقيل. صافي كندخلوها للفران وكنخليوها طيب على نار مهيله حتى كطيب معانا، وندوزو نزوقوها. هنا من بعد ما طابت كيف شفتوا انا راه ما شعلتش عليها كاع الفوق، كنخليها غير في الشعله غير من التحت، هي كتحمر كامله على خاطرها. نتوما كتشوفوا كتجي هشيشه وخفيفه. دوك الحبيبات ديال الشكلاط ما كيهبطوش كاملين لتحت، يعني كيهبطوا يلاه الوسط ديال الكيكه. نتوما شفتوا راه باقا واحد طريف الفوق. صافي كنديموليوها، كتزينوها باش ما بغيتو. اي صوص بغيتو تزيدوها من الفوق، بغيتو تسقيوها بشي حاجه، اي حاجه بغيتو ديروها. انا غنخليها ناشفه ما غنسقيهاش. غنزينها غير بشويه ديال العسل وشويه ديال الكوك في الوجه ديالها، البنان مع الكوك مع الفاني مع داك القرفه. دوك المذاقات كاملين جاو الصراحه خطيرين، جات زوينه. وبالنسبه لهاد الوقيتات البرد، داك المذاق ديال القرفه والسكينجبير، وخصوصا ملي كانت كطيب في الفران، كتعطي واحد الريحه زوينه في الكوزينه. صافي قلت لكم دهنتها غير بشويه ديال العسل، شويه ديال الكوك. زينوها باش ما بغيتو باللي متوفر عندكم. المهم هو الكيك يكون منفوخ وخفيف ومهوي وناجح. انا القطانه اللي درت الكوك راه ما تصوراتش ليا وفاش كنت نقطع. المهم هذا هو الشكل ديالها ملي كتزينها. انا راه مزروبه عليها باش نصور معكم اللقطه الاخرى، ما خليتهاش حتى بردات. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي هشيشه وزوينه. كنتمنى انكم تجربوها وتنجح معاكم وتعجبكم، تبقاو تعتمدوها لوليداتكم الكوتي، ولا ديوها معاهم المدرسه ولا الفطور. الا وصلتوا معايا حتى لهنايا ما تنساوش اللي ما مشتركش يشترك معايا في القناه باش يبقى يوصلوا دائما الجديد، وديروا لي واحد جيم للتشجيع فقط وشي تعليق زوين. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.